هاي مو لحم بعجين عادي، هاي وصفة بيتية طعمها يختلف عن كل الوصفات. تعالوا نشوفها خطوة بخطوة. المكونات 6 أكواب طحين، ربع كوب زيت، رشة ملح، 6 ملائق حليب، كوب ونص أو كوبين من الماء حسب الحاجة لا تنسون، ملعقة كبيرة خمرة. طريقة سهلة للعجينة. نخلط المكونات الجافة وراها نخليه السائل شوية شوية لحد ما نعجنها بشكل متكامل وتصير تلزق. من تصير تلزق أخلي على حافة العجينة شوية زيت، أرطبها بالزيت حتى بعد ما تلزق. أما وصفة اللحم، هواي شفت عالم يخلون اللحم بدون ما يسوونه على الطباخ، أنا ما أحب هاي الطريقة. خليت طماطم بصل فلفل، فرمتهم بالمفرمة مرة واحدة وهذا شكلها. خليت لحم مفروم بالطاوة وخليت عليه الطماطم والفلفل والبصل اللي ثرمناه، وأخلي كوب من الماء لحد ما يغطيه حتى يستوي كله. بهاي الأثناء أنا خليت بهارات قص لحم، ملعقة صغيرة معجون كشب، رشة كمون، سماق وزعتر وملح طبعا لا تنسون. وقبل ما يستوي رشيت دبس رمان على الحشوة. كل المكونات المذكورة مكتوبة بالوصف. ورا ما خمرنا عجينة ساعة كاملة. شوفوا شلون صارت. أنا حسوي أشكال مختلفة، يعني ما أسوي نفس الحجم، أكو ناس تحب صغيرة وأكو ناس تحب أكبر. نفرد العجينة ونمد الحشوة فوقها بهالشكل ونكبس الأطراف حتى تبقى مرتبة، وعلى الفرن أقصى حرارة بس 12 إلى 10 دقائق راح تشوفوها استوت. شوفوا اللون، ريحة تاخذ العقل. جربوها واكتبوا لي رأيكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك.